شنو اللي يخلينا ننجذب إلى شخصية بالسوشيال ميديا ما شايفين غير صورتها؟ لأنه إحنا عندنا ميل غريزي إلى ملء الفراغات. يعني شنو هذا الكلام؟ شوف عدد من الكتاب المهتمين بالشأن الفلسفي حاليا، كتاب مو فلاسفة بالمعنى الحقيقي، ألان دو بوتون مثلا عنده كتاب اسمه ريليشنشيبس، العلاقات، يسولف بيه عن مفهوم الكراش. يقول لك أنت تملي فراغات الشخصية حتى تخلق شخصية تتمناها موجودة بحياتك. يعني شنو هذا الكلام؟ يعني أنت هسه قاعد تقلب بالريلز، طلع لك ريل مال بنية لطيفة، ملابسها حلوة، شكلها حلو، صوتها مدري شنو، عجبتك. هي هاي. اكو فراغات ما متروسة عندك، مثلا هاي اخلاقها شنو؟ اسلوبها شنو؟ تعاملها بالبيت شنو؟ تفكيرها شنو؟ الى اخره. فتبدي تملي هاي الفراغات باحسن المواصفات حتى تخلق شخصية كاملة تتمناها موجودة بحياتك. واكو احتمال كبير اذا تروح للواقع راح تلقى شخصية ثانية. لذلك احنا هاي الاجيال اللي جاي نتعرف على العالم من خلال السوشيال ميديا، احنا امام مشكلة من المشاكل انه نتطلع في بعض الاحيان الى الارتباط او انشاء علاقات مع شخصيات هي عبارة عن اشباح ما موجودة بس بدماغنا. من نروح للواقع نلقى غير شيء. وعدم انتباهنا لهاي القصة يخلينا نسوي هواي حوادث بالعلاقات، ويخلينا نفشل باكثر العلاقات اللي نتقدم تجاهها. وشكرا.